في فيديو النهارده هلعب لعبه فيفا موبايل، بس عندي شويه تحديات. التحدي الاول هو ان انا افتح باكه ويطلع لي فيها لاعب فوق ال 110، والتحدي الثاني هو ان انا اسجل بلاعب واحد بس 10 اهداف واللي هو نونيز. طيب يا جماعه، التحدي الاول ده بصراحه كده هو محتاج واحد حظه اسطوري. يعني دلوقتي معايا 6000 جوهره وافتح على اللي هي ب 3000 جوهره دي، وان شاء الله يطلع لي لاعب اعلى من 110. يعني هي من 109 ل 115، فاظن ان انا في امل انا يطلع لي لاعب اعلى من 110. يلا. دي عادية، دي بقى اللي مش عادية. انا متفائل خير. يلا افتح يا رب يا رب. ايوه وكاوت اهي، وكاوت انجلترا. اللي بيه ليه يا عم؟ ليه الراجل الرخوي ده يطلع لي تاني؟ يعني ايه يا عم؟ انت عايز مني ايه؟ لا، مفيش اي باكه تانية. مفيش اي باكه تانية مثلا ممكن تطلع لي. لا مفيش خالص، مفيش. حرام. حتى دي 7500 والتانية 2500. دي مستحيل تطلع لي لاعب اعلى من 110. مفيش. بقول لكم ايه، نو ريسك نو فن. يلا بينا، بما ان اللي انا دخلت كده نو ريسك نو فن. نو ريسك نو فن، معلش. يلا باكة تانية. انا عارف دي مش هتطلع فيها حاجة دي. يلا. ايه التهزيق ده؟ 108. ده الحمد لله، والله الحمد لله. انا كده خسرت اول تحدي يا جماعة. التحدي الاول ده بيعتمد على الحظ. يا عم الله يلعن يا عم اللي طلع لي ده. لازم يطلع لي دلوقتي. ماشي، هو طلع لي اصلا مرتين. كان رخا طلع لي مرتين. اعمل له ايه بقى؟ تقريبا كده هو عندي مرتين. بص، عندي مرتين وكمان ما اقدرش اطوره بيه. كان مهزأ. طب دلوقتي بقى انا هعمل التحدي التاني، والمفروض بقى ان انا اكسبه يعني عشان ما اطلعش كلوت خالص. هو اللي انا اسجل بداروين مايونيز 10 اهداف، وهثبت لكم بقى ان داروين مايونيز ده كارته في فيفا فاجر يعني. وبقى انا الوحيد تقريبا اللي بعرف العب بداروين مايونيز وبس. يلا بقى بينا ايه، نجرب بقى كده هنعمل ايه في الهيد تو هيد. طيب يعني كان رخوي ده بقى، دي تشكيلته 104. يعني المفروض ان انا داروين نونيز يعني يسجل بسرعة بقى، فان شاء الله يعني اكسب كده على طول، عشان يعني ما بقاش زي الكلوت. داروين حبيبي تعالى بس، معلش. هو داروين ماله؟ يا نهار اسود، دي على دي باور شوت. يا نهار اسود على دي باور شوت. مين بس اللي شاطها؟ هو ده داروين مايونيز اللي شاطها؟ داروين انت وقفت في كل حته انك تقف راس حربه. مفيش. داروين حبيبي انت المفروض تقف والله راس حربه والله. داروين اسيست. داروين بيعمل النهارده اسيستات، لكن هيدي النهارده اهداف؟ لا ازاي يا عم؟ الواد تشكيلته 104 وحاسس ان تشكيلته 115. انا مش فاهم في ايه. الواد بيلعب يا جدع. حوالينا اللي بوت ولا مين بالظبط؟ تعالى بس كده معلش. ايوه يا مايونيز، ايوه يا مايونيز، ايوه يا مايونيز. يا سلام يا مايونيز. ضيعها بقى. انا عايزك تضيعها عشان ابيعك على طول، او اعمل لك مقايضه طالما انت ما بتتباعش. معلش بقى يا صديقي جونسون. يلا. انا مش عارف الاسم جونسون ده راخر. الحمد لله 2. يا كرم، ده انت كريم اوي يا نونيز. يا نونيز، ايه الحلاوه دي يا ابني؟ 2 مرة واحدة، يا الله. طيب دي تشكيلة الكائن 111 و112 و109. ده يعني كويس والله، كويس يعني. كويسين على فكرة نسبيا يعني. البني ادمين دول والله تشكيلته كويسة شوية. دي بقى كده نشوف بقى اصلا الاسامي ايه، عشان انا مش عايز يكون حد بيلعب عادل. انا عايز واحد يكون ميت. ايه ده يا نهار اسود. ده رصيص للدفاع على رصيص للهجوم. والمايك قرر يتزحلق. هو في اوحش من كده يا ابني؟ ده سيناريو. ده انا بلعب باتلتيكو مدريد.
يعني حاجه وسيمه جدا. امبابي، يلا بقى يا عم. انا والله ما عايز اجيب هدف يا عم، اهو يا عم عايز هدف. حتى الهدف ما جاش يعني، حتى يعني شويه كائنات رخويه الهدف ما جاش. وما اعرفش نونيز واقف ليه خط وسط، انا ما اعرفش يا ابني والله. انت ايه سي راس حربه والله، يا حد يفهم الراجل الجدع ده. ايه ده؟ لا 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 لا. ايه ده؟ ليه كده يعني؟ يا ريته حتى ماشي ماشي ماشي. انت فشيخ، انت اسطوره، بس عديني بقى يا عم. خلاص يا عم، يا عمي ماشي. يلا بقى يا نونيز، يلا بقى يا نونيز، يلا بقى يا نونيز بقى. تالت هدف بقى يا نونيز بقى. هنخلص الماتش ولا ايه؟ يعني هنخلص التحدي ولا ايه بسرعة؟ يعني معدل الراجل محترم جدا. انا بقول له يسجل 10 اهداف، انا اكيد بهزر. يعني شايف الواد اللي يسجل فيا اسمه ايه؟ يعني ايه يا صاحبي ده؟ يعني ده اللي يسجل فيا في الاخر. اسمه آه, ماشي يا بابا يا حبيبي. مش كده مش كده يا نونيز والله، ما تخش عليا كده. امسك الواد اللي اسمه ايوه هو ده، امسك اسمه بقى. امسك اسمه. امسكه هو، لا مش تمسكه هو. حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا بقى يا نونيز بقى، يلا بقى يا اخي بقى. الرابع، فاضل لنا 6 اهداف. شكرا حبيبي حبيبي. الماتش اللي بعده. طيب اللي ضدي بقى دلوقتي الاتاك بتاعه 114 والدفاع 115 والخط الوسط 111. هو في احسن من كده؟ في احسن من كده يعني عزيزي؟ واحده واحده علينا شويه بارجوك. يعني انا معايا واحد ما في الهجوم كده اسمه نونيز. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب ايه بس شكرا. الكورة. انا يعني مش عارف، انا مش عايز اخسر، ما ينفعش اخسر عشان التصنيف. معلش التصنيف ميت، فمش ناقص اموت اكتر من كده. يلا خد الكورة واجري بقى. ده ايه التهزيق ده؟ ويا نونيز انت قاعد في الدفاع ليه يا نونيز؟ انا مش عايزك في الدفاع يا سيدي، مش عايزك تعمل مهامك الدفاعية يا سيدي. هو في ايه؟ هو كل باصه بجول، او كل باصه تيجي له هو. ودوناروما حبيبي، انت هتحارب نفسك معانا ليه والله؟ احنا مش هنمسك كوره. نونيز انت متخلف اقسم بالله، والله انت متخلف. طب ايه؟ نونيز خد الكوره، اتصرف بقى بيها بقى كده يا نونيز بحكمتك. يا نونيز ما بجد والله. انا بجد ادور لك على سبب يخليك انت واقف لي في الدفاع. مفيش. كويس هتسلل. محمد الضوي نونيز، محمد مروان مايونيز. يلا يا مروان يا مايونيز، كنا مسجلين 4 اهداف. يلا يا مروان، يلا يا مروان يا مايونيز، يا مروان يا مايونيز، حرام عليك. طب ماشي انا كسبان وكل حاجه وسجلت هدف. طب فين بقى مروان مايونيز؟ يعني انا مسجل 4 اهداف يعني، اللي هو انت. طب انت مسجل 4، فاضل لنا 6 والله. يعني انت ما جبتش التارجت لسه. طب يا عم حتى جيب نصه يا عم ونقول احنا خسرنا في التحدي بشرف. اي حاجه. ريمبو فليك، الواد عمل ريمبو فليك والفرقه بتلعب وحاجه جميله يعني. واصلا الهدف اصلا جه بالبركه بتاعي. ومش عارف دي ضربة الجزاء دي ولا ايه؟ ده مش ضربة جزاء الحمد لله. على التلوث.
التلوث. كده انا خسرت التحدي. يا نهار اسود. طالع خسران في التحدي ايه؟ هو انا تقريبا منحسه معايا في اي تحديات تجيب في فيفا في فري فاير كلها منحسه. بسم الله ما شاء الله. وفي كده انا خسرت يا حبايب قلبي. كده انا خسرت يا عزيزي المشاهد التحديين. تحدي اللي طلع لي لاعب فوق ال 110، طلع لي لاعب 110 بالظبط، وقدروا انه نسجل 4 اهداف بس. سقفة وتحية ليا وبس كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبتك فيديوهات فيفا وعايزني اكمل فيفا قول لي وبس. سلام.